أول مكالمة بين حمدي ووفاء وندى بعد سفرهم لدبي، ولسه حمدي منزل سكرين المكالمة على حسابه وعلق عليها وقال: الحمد لله ندى، طمنا عليك، ربنا يبارك فيك ويحفظك. والمقلب ده عجب ناس كتير جدا ووصل ل200 ألف لايك في أقل من 24 ساعة، ده غير إن هو احتل الترند الأول في مصر. في البداية حمدي كان عايز يسافر لدبي، فقال يضرب عصفورين بحجر واحد ويعمل مقلب في ندى ووفاء في نفس الوقت. في البداية فضل حمدي يتحايل على وفاء إنها تسافر مع دبي من غير ندى، لكن وفاء في الأول كانت رافضة، لكن حمدي قدر يقنعها بذكائه. وجهز حمدي المقلب لندى من خلال وضع كاميرات بالبيت توثق رد فعل ندى. لكن للأسف اكتشف حمدي إن الإنترنت لا يتوفر على تليفونه بسبب عدم شراء شريحة اتصالات بدولة الإمارات، وده اللي تسبب في غضب كبير لوفاء وبقية الأولاد. وفي المقابل بمجرد ما ندى صحت من النوم اكتشفت إنها بقت وحيدة في البيت، وانهارت من العياط لما ما استوعبتش اللي حصل. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.